اللهم بشرني بفرحة يتمناها قلبي وأنت خير المبشرين. اللهم أنت وحدك تعلم ما في نفسي وما يتمناه قلبي وما يشغل بالي، فحققه لي يا الله. لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وحشتوني كتير كتير. إن شاء الله هنرجع النهاردة مع بعض بقوة للدراسات وجمال الدراسات، مادة لذيذة وجميلة لو أخدناها كأننا بنحكي حدوتة كده. البنات هتحبها والولاد هيحبوها وهيذاكروها معاكم وهيستنوا اليوم اللي هتاخدوا فيه دراسات. تعالوا بقى نبدأ إن شاء الله النهاردة الدرس التاني في الوحدة الأولى. بيقول إيه؟ أنا هديكوا درسين لأن الدرسين صغيرين وسهلين جدا. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة الدرس التاني بيقول المصادر الأولية والمصادر الثانوية. بيقول لك تعرف إيه؟ عايزين نجمع معلومات عن قناة السويس والتأكيد من صحتها. الجزء ده يا حبايبي هنقراه للمعرفة، مش يعني ممكن ما يجيش منه الامتحان، بس لازم نقراه ونبقى عارفينه. نتكلم عن أهمية قناة السويس. بتقول إن قناة السويس دي شريان الاقتصاد العالمي، يعني حاجة مهمة جدا لمصر، فهي تعتبر أهم ممر ملاحي مائي، يعني مياه مالحة. أهم ممر ملاحي مائي بيربط بين حاجتين، بين بحرين، اللي هو إيه؟ البحر المتوسط والبحر الأحمر. وتم حفر هذه القناة بيد مصرية، يعني المصريين هم اللي حفروها، بس كانوا تحت إشراف مين؟ مهندسين فرنسيين. مش كل الأمر كان مصري، لا كان بإيد مصري لكن تحت إشراف المهندسين المصريين. طيب تم افتتاحها ليه؟ تم افتتاح قناة السويس ليه؟ عشان تمر السفن فيها، تمر السفن من خلالها، يبقى تم افتتاحها لمرور السفن بحضور ملوك العالم كله. فبالتالي زادت أهمية مصر في التجارة الدولية بعد حفر قناة السويس الجديدة. وكان حفر القناة حلما منذ عهد الملك مين يا جماعة؟ سنورست الثالث. سنورست الثالث. وتم حفر قناة السويس التي تصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط عن طريق إيه؟ أيام الملك سنورست الثالث، عن طريق نهر النيل، فسميت بقناة سيزوستوريس. تمام، ده الجزء بتاع القراءة. فهنتكلم دلوقتي عن المصادر الأولية والمصادر الثانوية. يعني ايه مصادر أولية ومصادر ثانوية؟ دي مصادر بنتأكد منها من المعلومات بتاعتنا عن طريق حاجات أولية من زمان جدا جدا أيام القدماء المصريين، ومصادر ثانوية جات لنا حديثة اللي هي مش عارفين حاجة مصادرها الأولية، فالناس بتقرأ وكده فبتجيب مصادر ثانوية. هنتكلم أول حاجة بسم الله عن المصادر الأولية، يعني المصادر القديمة قوي. هي كل ما تم نقشه يعني كتابته أو حفره على الحيطان كده على الجدران، أو تدوينه أو كتابته من أشخاص عصروا أو عاشوا الحدث. بمعنى ايه؟ هقول لكم بالبلدي كده، ان انا مثلا حضرت موقف او حضرت واحد بيشتري ارض زمان فبنكتبها، بس ايام زمان ما كانش فيه ورقه وقلم، لا فكان عندهم آلات معدنية بيحفروا بيها على الحيطان. بالتالي هما كانوا بيكتبوا كل حاجة على الحيطان وبيدونوها قدام الناس اللي عاشوا الحدث ده. فالمصادر الأولية يلا نقول مع بعض، هي كل ما تم نقشه أو حفره أو تدوينه، يعني من أشخاص عصروا الحدث. تاني، كل ما تم نقشه أو تدوينه من أشخاص عصروا الحدث أو عاشوا الحدث. طيب زي إيه يا جماعة؟ زي إيه؟ مثل المخاطبات اللي هي الرسائل، أو الوثائق الرسمية والمقالات، أو النقش على الآثار والمعابد زي ما قلنا، أو البرديات والكتابات وكتابات المؤرخين القدماء. تاني هنقول زي إيه؟ زي المخاطبات اللي هي الرسائل أو الوثائق الرسمية، أو النقش على الآثار والمعابد، أو البرديات، أو مش سوري مش أو مثال، يعني كل دول برديات وكتابات المؤرخين القدماء. وكانت بتتميز بالدقة لأنها معاصرة للحدث. ممكن يجي لك هنا بما تفسر المصادر الأولية كانت مصادر صحيحة. ليه؟ لأنها تتميز بالدقة فإنها كانت معاصرة للأحداث. أو ليه تتميز بالدقة؟ لأنها كانت معاصرة للأحداث. تمام. هنتكلم دلوقتي عن المصادر الثانوية. هي كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل على الحدث، يعني احنا ما عشتاش الحدث، ما عشتاش الحدث، بس جالنا معلومات من زمان ان كان بيحصل كذا وكذا وكذا، كانوا مكتوب في الكتب والموسوعات
الكبيرة ديت إن حصل زمان كذا وكذا وكذا، فبناخد منها المعلومات بتاعتنا أو المصادر بتاعتنا. يبقى المصادر السنوية كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل على الحدث، زي الكتب والموسوعات وزي الأبحاث والمقالات التي كتبت بعد الحدث بفترة طويلة وتتميز بسهولة الحصول عليها، بنقدر نحصل عليها بسهولة. يبقى المصادر الأولية ما تم نقشه أو تدوينه من أشخاص حاصروا الحدث، أما المصادر السنوية كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل على الحدث. طيب هنا هنتكلم بقى عن الفرق بين الحقيقة والرأي. الحقيقة يا جماعة عبارة عن معلومات أو أحداث تم إثبات صحتها والتأكد من دقتها، يعني معلومات عرفنا إنها حصلت وحصلت قدامنا، معلومات أنا واثق من صحتها، فهي الحقيقة معلومات أو أحداث تم إثبات صحتها والتأكد من دقتها من خلال البحث والتجربة، وتتسم زي ما قلنا بالدقة والموضوعية. زي مثلا ما بنقول إيه، تشرق الشمس صباحا، تمام، يطلع القمر ليلا، فدي حاجات احنا واثقين منها، فهي دي معلومات او احداث تم اثبات صحتها والتاكد من دقتها من خلال البحث والتجربه. طب بالنسبه للراي، ايه هو الراي يا جماعه؟ ما يشعر او يفكر به الشخص، يعني حاجه كده من احساسك، انا بحس او بتهيألي ما يشعر به الفرد، ما يشعر به او يفكر به الشخص تجاه موضوع معين، وقد يكون صحيحا أو خطأ، لذلك يجب عدم التسرع بالأخذ به. بس كده يا جماعة، هو ده كان درس بسيط وصغير خالص، مفيش أي مشكلة. حطلكوا بعض الأسئلة عايزاكم كلكم، أنا هحل معاكم جزء دلوقتي والباقي حبايبي هحطلكم لينك الفيسبوك بتاعي تبعتولي الواجبات بتاعتكم وإجابة الأسئلة عندي، وأنا من عينيا الاتنين هحلها معاكم وأقول لكم إيه الصح وإيه الغلط. هنا أول سؤال معانا بنتكلم عن الصح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة. طيب أول سؤال بيقول لنا الكتب والموسوعات من المصادر الأولية، هل الكلام ده صحيح يا جماعة؟ طبعا مش صحيح، الكلام غلط، ديت المصادر السنوية. 2 بيقولك التأكد من صحة أي معلومة نستخدم المصادر الأولية والثانوية، أكيد طبعا صح، إن احنا يا دي الموجود معنا الأول هو اللي هنستخدمه. طيب الخطوات الرسمية، هنا بقى هستنى إجابتكم، إيه هي الخطوات الرسمية والنقوش على الجدران، جدران المعابد، ده مصدر أولي ولا مصدر ثانوي؟ بالظبط كده، الإجابة صحيحة، هي من المصادر الأولية. تمام، أنا كده هسيبكم تكملوا باقي الأسئلة مع نفسكم وتبعتوها لي على اللينك اللي هنزله في أول تعليق مثبت، وإن شاء الله أرد على أي حد هيبعت لي الإجابة. يلا دي برضو باقي الأسئلة أنا عايزاكم تشوفوها كويس وتحلوها. كده هنخش مع بعض على الدرس الثالث، بيتكلم عن موقع مصر بالنسبة للعالم. عايزين بس نعرف إن إحنا بنعيش على كوكب الأرض الذي يتكون من يابس وماء. اليابس يعني القارات اللي إحنا عايشين فيها، والماء اللي هو عبارة عن البحار والمحيطات وغيرهما. وهنا هنعرف كمان إن لموقع مصر الجغرافي أهمية متميزة جدا ما بين قارات دول العالم. تعالوا بقى نعرف يعني ايه القارات ويعني ايه المحيطات. القارة دي يا حبايبي عبارة عن مساحة من اليابس، مساحة من اليابس، يعني ايه يابس؟ يعني ما فيهاش مية، يعني الأرض بتضم عدد من الدول. يلا تاني معايا، القارة مساحة واسعة من اليابس تضم عدد من الدول، مساحة واسعة من اليابس تضم عدد من الدول. أما المحيط مساحة واسعة من الماء المالح ذات عمق كبير، يعني ما ينفعش العوم فيها، بس ممكن ينفع الغوص فيها، اللي هو بقى بيحطوا أكسجين في بقهم وبيشيلوا الأنبوبة ورا ظهرهم، أنبوبة الأكسجين. فهي مساحة واسعة من الماء المالح ذات عمق كبير. القارة مساحة واسعة من اليابس تضم عدد من الدول. المحيط، قولوا معايا، مساحة واسعة من الماء المالح ذات عمق كبير. طيب قارات العالم بيتكون من كم قارة يا جماعة؟ 7 قارات. 7 ايه؟
قارات، في منهم قارات العالم القديم وفي منهم قارات العالم الجديد، لازم يتحفظوا زي اسمهم. قارات العالم القديم آسيا أفريقيا أوروبا، آسيا أفريقيا أوروبا، قولوا معايا. قارات العالم القديم آسيا أفريقيا أوروبا. قارات العالم الجديد أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا، أنتاركتيكا اللي هي القارة القطبية الجنوبية. ده يا جماعة القارات. تعالوا نقول مع بعض بقى المحيطات. المحيطات يوجد بالعالم خمس محيطات: الهادي، المحيط الهادي، المحيط الأطلسي، المحيط الهندي، المتجمد الشمالي، المتجمد الجنوبي. تاني: المحيط الهادي، الأطلسي، الهندي، المتجمد الشمالي، المتجمد الجنوبي. هنا بقى هنقول تتمتع مصر بموقع جغرافي متميز بين دول العالم. ليه؟ بسبب موقعها المتميز، حيث تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي لقارة أفريقيا. يبقى تاني يا جماعة ركزوا معايا، تتمتع مصر بموقع جغرافي مميز جدا بين دول العالم بسبب موقعها المتميز، حيث تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي لقارة أفريقيا، ويحيط بها اليابس من جهة الغرب ومن جهة الجنوب. في أرض بقى حواليها يابسة، يحيط بها اليابس من جهة الغرب والجنوب، ويحيط بها البحر المتوسط من جهة الشمال والبحر الأحمر من الشرق. يحيط بها اليابس من الغرب والجنوب، ويحيط بها البحر المتوسط من الشمال والبحر الأحمر من الشرق. تعالوا هنا نعرف أهمية موقع مصر الجغرافي قديما. كان في كاتب مصري اسمه جمال حمدان، ألف كتب كتير، من ضمنها كتاب اسمه شخصية مصر. شخصية مصر بيتحدث فيه عن عن أهمية مصر زمان وتأثيرها على الاقتصاد المصري والعالمي. هنعرف أول حاجة إنه ساعد في تسهيل اتصالها، اللي هو موقع مصر يعني ساعد تسهيل اتصالها بجيرانها تجاريا وحضاريا، وجعلها معبر للتجار بين الشرق والغرب، ما بين آسيا وأوروبا. ده أول حاجة ساعدت موقع مصر فيها. تاني حاجة إن نهر النيل ده ليه أهمية كبيرة جدا، حيث عاش المصري زمان أو قديما على ضفتيه أو الشواطئ بتاعته، وتعلم الزراعة واستخدمه كطريق للتجارة بين شمال مصر وجنوبها حتى وسط أفريقيا، كما ساعد على قيام الحضارة المصرية. تمام كده يا جماعة؟ طيب هنعرف بقى أهمية موقع مصر الجغرافي حديثا. مطلوب منكم يا جماعة تحفظوا موقع مصر أهميته قديما، وموقع مصر حديثا أهميته دلوقتي هنعرف أهمية موقع مصر الجغرافي حديثا، حيث زادت أهمية مصر. أهميتها زادت إمتى؟ بعد حفر قناة السويس، حيث إنها ربطت أو وصلت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وقلصت أو قصرت المسافة بين آسيا وأوروبا. بقى الموضوع بسيط جدا. وكمان وفرت المال والوقت والجهد، 3 حاجات: المال والوقت والجهد، نظافة ريحة توفير. وفرت قناة السويس المال والوقت والجهد بعد أن كانت السفن بتدور حول قارة أفريقيا عن طريق رأس الرجاء الصالح. هنعرف دلوقتي أهمية قناة السويس الجديدة. كده عرفنا أهمية موقع مصر الجغرافي قديما وحديثا، عايزين نعرف أهمية قناة السويس بقى. زادت أهمية مصر بعد حفر قناة السويس الجديدة سنة كام؟ 2015 ميلاديا، حيث ساعدت على تقليل زمن مرور السفن من القناة من 20 ساعة ل 11 ساعة بس. يا سلام! يعني أهمية مصر يا جماعة زادت بعد حفر قناة السويس الجديدة 2015، فإنها ساعدت على تقليل زمن مرور السفن من القناة من 20 ساعة ل 11 ساعة. تاني حاجة السماح بمرور السفن الكبيرة الحجم في الاتجاهين، يعني في سفن كبيرة جدا إنها سمحت برضو بمرورها عن طريق قناة السويس. السماح بمرور السفن كبيرة الحجم في الاتجاهين.
وبكده يا جماعة أكون خلصت معاكم الدرس الثالث في الوحدة الأولى كمان. شفتوا سهل ازاي، ما فيهوش أي حاجة، ما فيهوش أي صعوبة. بمجرد ان انتوا بس تفهموا الدرس هتقدروا ان انتوا تحلوا عليه. وادي أسئلة أنا منزلها لكم برضو، أسئلة مهمة جدا هتأكد معاكم المعلومات اللي احنا قلناها في الفيديو النهاردة. وتعالوا برضو نحل جزء مع بعض. صح وغلط. بتقولك تقع مصر في الركن الشمالي الغربي لقارة أفريقيا. طبعا الإجابة غلط، تقع في الركن الشمالي الشرقي لقارة أفريقيا. طيب السؤال الثاني، يحيط البحر المتوسط بمصر من جهة الشرق. ايه يا جماعة، سمع حد بيقول لي برضو غلط، لأن البحر المتوسط موجود في جهة الشمال. رقم 3، ربطت قناة السويس بين البحرين المتوسط والأحمر. أكيد الإجابة صحيحة. طيب قناة السويس وفرت الجهد والمال والوقت. نظافة ريحة توفير. يا جماعة وفرت الجهد والمال والوقت. كملوا بقى انتوا مع بعض برضو الصح والغلط. هقول لكم برضو حاجة بالنسبة للاختيارات. تطل مصر من الشمال على البحر متوسط، صح. طب يدور طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة. بيقولك آسيا، أوروبا، أفريقيا. الإجابة أفريقيا، برافو عليكم. طيب تم حفر قناة السويس الجديدة عام ايه؟ 2005، 25، 15. الإجابة صح، 2015. أسيبكم برضو بقى مع بقية الأسئلة اللي أنا حطها لكم. أتمنى أن انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، ويكون الشرح بتاعي بسيط وسهل وما كنش أفورت في الشرح. ودي أسئلة تانية. أتمنى لكم النجاح والتوفيق في حياتكم وفي دراستكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والتعليق الجميل منكم. والسلام عليكم ورحمة الله.